طيب احنا عارفين قيمة الصوم، عاوزين بقى ناخد شوية أفكار نبتدي بيها الصوم كده. أفكار كده هي كلها تحت كلمة جهاد، بس هنحطها تحت عناوين علشان اللي هيطلع حتى لو بعنوان واحد وينفذه يبقى استفاد بالصوم ده عن أي صوم قبل كده. أول حاجة لازم أمتنع عن حاجة. الصوم معناه منع، فأنا بمنع جسدي عن أكل بحبه أو بمنع جسدي عن الأكل في فترة انقطاع، يبقى في فكرة منع. فأهم حاجة في الصوم إن أنا أمتنع عن شيء. أمتنع عن إيه؟ أمتنع إيه؟ لازم أمتنع عن حاجة بقى، مش أكل بقى وشرب، لا، أمتنع عن حاجة. أنا ناوي في الصوم ده في حاجة مش هعملها لمدة 55 يوم، ومن أول عيد القيامة ممكن أعملها تاني. بس إيه اللي ممكن أمتنع عنه؟ ها قولوا كده اقتراحات. حلو قوي. الميديا اللي استعبدتنا كلنا بلا استثناء. الميديا اللي بقينا نفتح عليها عنينا ونقفل عليها عنينا. الميديا اللي بقت خلاص مسيطرة علينا بصرف النظر انت غاوي سياسة، انت غاوي كورة وبتتفرج على حاجات، انت غاوي مسلسلات، معرفش ايه تاني، انت غاوية طبيخ، انت واتيفر يعني. لكن الميديا مسيطرة على الناس. علشان كده عندي أكتر من بنت، أفتكر واحدة بالخير كانت أول واحدة عملت التدريب ده لوحديها، هي عايشة في أمريكا. أول ما ابتدى الصوم الكبير في حد الرفاع كتبت كده على الفيسبوك: كل سنة وانتم طيبين، أشوفكم في شم النسيم. وعملت دي اكتيفيشن للأكاونت كله، قفلته خالص كأن مفيش عندها فيسبوك. ليه؟ لأن كانت أمينة مع نفسها إن في حاجة مسيطرة، والصوم فترة للحرية. علشان كده يبقى الميديا أنا موافق. إيه تاني؟ دي واسعة شوية. هقول لا أنا بقول لك حاجة امتنع. أصل لا دي فيها نسب، دي فيها لا حاجة امتنع. أنا هاخد منك حاجة واخدها، بس هضيف عليها حاجة. امتنع عن المزاج. امتنع عن إيه؟ المزاج. يعني إيه المزاج؟ يعني أنا في ناس بتيجي تقول لي: بص يا أبونا، أنا معاك صوم ل5 العصر، بس إلا مج القهوة بتاع الصبح. مج القهوة بتاع الصبح أو كوباية الشاي ال2 لتر دي بتاعت الصبح. كل واحد بقى ليه مزاج في حاجة. يقول لك: أنا من غير القهوة أو من غير الشاي ببقى ديسكونكتد. يعني ديسكونكتد يعني مفيش تواصل مع الحياة. إيه رأيك بقى إنك أنت اعترفت اعتراف ضمني إنك محتاج مصحة إدمان؟ طالما اعتمدت على حاجة علشان تخليك صاحي يبقى أنت إنسان مدمن. هنبتدي في أسبوع الاستعداد نقلل شوية، بس من 40 هنمنع وهعيش من غير يا أنا القهوة بقى، يا أنا يا الشاي بقى. يبقى دي حاجة أنا امتنعت عنها. المزاج. تتصوروا صوم بالمزاج. صوم بالمزاج. يعني أنا أعرف ولد من ولادي أمه مرة جت تشتكي منه. تشتكي ليه؟ لأنه طول الصوم ما بياكلش فاكهة خالص. وتقول: ده الصوم الكبير يا ابونا ما فيهوش حاجة تتاكل أساسا. طب الفاكهة تسنده شوية، ياخد منها شوية كالوريز كده. هو قال: أصل أنا أساسا متعتي الأولى في الأكل هي الفاكهة. أحب العنب، أحب الفراولة، أحب كل الفواكه اللي طالعة في الصوم الكبير والصوم الصغير وطول السنة. فأنا باكل طول السنة فاكهة، هاجي في الصوم الكبير وامتنع عن الفاكهة. أنا قلت لها: سيبيه براحته، مالكيش دعوة، لأن ده طقس، ده نظام، ده تدبير. يبقى أول حاجة وأول تدريب، شوف أنت تقدر تمتنع عن إيه من أجل الله وبتقدموا له هدية في الصوم ده من أجل الله. أي حاجة ملهاش علاقة بربنا ملهاش قيمة. أي حاجة ملهاش علاقة بربنا ملهاش قيمة، بقت شوية عادات وخلاص. يبقى نمرة 1 حاجة أمتنع عنها. قلنا الميديا وقلنا إيه؟ المزاج. وليكن